السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست على السلم يا ولد. اول واخر مره تقدم مبدئيا عضيه، بس شكرا يعني المشاركه الرمزيه. حبيت بس أعرفكم السبب إن عباس هو المسؤول عن الدخلة يعني. مش مسؤول هو، بس ما انا بليك بتفضل ساكت، فاحنا عايزين نسجل، عايزين نروح لبيوتنا برضه عضيه. أنت كل ده ما بتشيلوش والناس بتتخانق من الحاجات دي، خلي بالك. لو بتخانقوا قولوا لنا يا جماعه، احنا اسفين. خش الموضوع. نخش في الموضوع. جاي النهارده نتكلم عن موضوع شائك حائك رائك. دوروا بقى رائك دي ايه علاقتها باللغه العربيه، لان احنا جايين نتكلم النهارده عن رايق. رايق يعني. لا تصدق ممكن تجي والله جت في بالي. العربي يا اخوانا. يعني هو ما العربي تعوجش لسانك كده وايه واسمعنا كويس بالعربي، الله يكرمك. يلا ليش اتفضل. كنا بنتكلم بشكل اساسي في موضوع اللغه. والسؤال اللي كان جه في بالي وكان سبب في كون ده موضوع حلقة النهارده، يعني هي اللغة وسيط تبادلي، يعني احنا بس بنستخدمها عشان نتواصل مع بعض، ولا عشان يعني اللغة دي بتشكل هويتك بشكل كبير؟ يعني بعد كده افتكرت كده تجربة اللي بنتكلم فيها، يعني او ده اللي انا مريت بيه في حياتي حرفيا. يعني اكاد اكون رحت من حتة معينة لأقصى اليمين لأقصى الشمال ورجعت تاني، يعني بنحكيها يعني. بس احنا بنحاول نجاوب على سؤال، يعني هل هي فعلا بتشكل هويتك، ولا هي وسيط تبادلي، ولا هو نتكلم طالما احنا فاهمين بعض خلاص كده تمام؟ تمام. فاحنا هنتكلم عن اللغه والهويه، صح؟ تاني اللغة وتأثيرها على الهوية وتكوين شخصيتك بشكل عام يعني. اللغه والتعلم، اللغه والشغل. ماشي. تمام كده عشان بس طبيعي، ايه. ما هي ما مكملة معاك في كله يعني. لا انا اقصد بس عشان يعني يعني احنا دايما تربينا او طلعنا على انه معاك انجليزي هتشتغل في اتخن حته في الدنيا. ويعني حق اتقال، هما كان معاهم حق، دي مش ميزة، بس هما كان معاهم حق يعني. عشان معاكش برضه ما انجليزي. نبخسش حد حقه لا انا يعني. بقول لك بس ما هو الموضوع قلب بايه بقى؟ بان انت معاك انجليزي وبتروح تشتغل مع مصريين بالانجليزي. ما ده المأساة بقى يعني، ما هو ده, ما ده هو عشان كده الجنان. بقول لك يعني انت دلوقتي ايه. هو انت يعني لو معاك انجليزي فانا احسب ان انت تبقى قادر تشتغل في شركة عالمية، شركة عايزة حد يتواصل مع حد باللغة الإنجليزية، شركة بتقدم خدماتها لغير العرب، فبالتالي اللغة العالمية الأولى اللغة الإنجليزية. وخلينا بقى نتكلم ليه اللغة العالمية الأولى اللغة الإنجليزية. لكن احنا اتفاجئنا ان انا عشان اروح اشتغل في المهندسين، شركة بتتاجر في ألعاب الأطفال في مصر، لازم أكون بتكلم إنجليزي. تبدأ الإيميل بدير عزيزي الغزالة. ف... فايه المشكله في كده؟ يعني ايه يعني انت يعني لازم الناس تبقى نحاول نقول لها ده هياخدنا لايه، ويمكن ده ممكن يعني يبقى مدخل تحكي لنا تجربتك. ايه اللي هياخدنا ليه ان انا ابقى قاعد في مصر مع عباس ومش عارف يعني واوصل ان انا مش عارف اوصل له معنى غير لما اقول له الاكسبريشن بالانجلش. اكسبريشن. ماشي. لا انا مقصوده. والله. انت عملتها فيا في حلقه الوقت، خلي بالك. ايوه صح. حلو. والله حقيقي يعني هو من واضح مش محتاجين نقول كده يعني، بس اللغة الإنجليزية طاغية بشدة على سوق العمل وعلى ثقافتنا وعلى السينما وعلى طريقة تناولنا للأفكار. يعني أنت أصلا بتبدأ تتقبل بعض الأفكار اللي كانت غريبة عليك، بدأت تتقبلها لمجرد بس إن هي جاية متغلفة لك بالإنجليزي وجاية مترجمة يعني. فده فعلا بيؤكد ان يعني استخدامك للغة العربية ده بيأثر بشدة على هويتك وشخصيتك وطريقة تفكيرك، واللي محتاج يعني شرح مفصل عن ده. فالترشيح اللي هنرشحه لكم الحلقة يعني سلسلة حلقات باشمهندس أيمن عبد الرحيم عن الوعي اللغوي. يعني سلسلة قوية جدا واتكلم فيها وغطى مواضيع مختلفة، حتى أصلا هي بتأثر حتى في طريقة التواصل بتاعتك مع الناس وطريقة فهمك للفكرة. فده حتى يشرحه أكتر بالتفصيل، أو للأفكار أو للعلوم عامة يعني يشرحه بالتفصيل في السلسلة، فابقوا ارجعوا لها للتفصيل يعني. بس يمكن التجربة اللي أنا حابب أمر بيها إن أنا أصلا يعني في الأول فعلا كنت شايف إن هو طب من اللغة دي إحنا بنستخدمها نتواصل بيها مع بعض، ما نعقدش الأمور يا جماعة، واللغة عربية إيه
وبتاع وليه نقعد ننجعص واحنا بنتكلم كده. بعد كده سبحان الله بدات اتعلم احكام التجويد. انا كده بتكلم في ثانويه عامه، فانا يعني لا انا متاخر جدا يعني، بس يعني المهم بدات اتعلم احكام التجويد في المسجد. وسبحان الله يعني مش تجويد، اسف، احكام التلاوه يعني. واحكام التلاوه لما بتتعلمها بتعرف تتحكم في صوتك وتخرجه منين وتعمل ايه وحاجات مختلفه. وده ساعدني جدا 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 في ان انا اتعلم انجليزي وانطقه صح، ويبقى بعد كده عندي اكسنت او ما يطلق عليه بالامريكان اكسنت. الكلام ده بره احنا كنا بنتكلم في 2017 اسف 2007 2008، اللي هو ساعتها ما كانش الموضوع منتشر، ولا طبعا في كل الكونفرسيشن كلوبز او الكورسات اللي بتساعدك على النقاش. وانا اصلا كان مدرستي لغات فده ساعدني. فانا هنا انتقلت من كوني حد مؤمن جدا بالعاميه ايه ده الانجليزي بقى جامد، ده انا بقيت حلو فيه، ده انا بقيت كويس واتفرج على افلام وفيديوهات كلها من غير ترجمه وخلاص. انا بقيت يعني السمع بقى عندي قوي جدا. بدات اخش في مراحل شغل، فبدات اشتغل في كول سنترز بالانجلش، فبرضه الممارسه بقت قويه. يعني سبحان الله من اللحظة دي وانا بقى بالنسبة لي اي شيء بالانجليزي هو شيء شيك وجميل و يعني حضاري وجامد قوي. وفجأة بعض الحاجات او اللبس الستايل اللبس الامريكي اللي انا ما كنتش بحبه، اللي هو الحاجات المبحبحة قوي اللوس فيت قوي ده، اللي هو دايما تلاقوه مثلا في لبس الباسكت يبقى لابس بنطلون باجي واسع قوي، لابس لبس او تيشيرت لوس فيت جدا. يمكن ده موضه دلوقتي الناس تبقى فاهمه قصدي، بس الكلام ده في 2007 و2009 كان غريب جدا. بس انا بدات اتقبل ده وبحب ده، بس مش موجود في مصر، بس مش هعرف البسه. فده كان يعني انا ما كنتش مدرك ده، بس بدات ادرك ان انا بدات احب الافكار دي، وافكار دي بدات اتقبلها. وبيجي معاها بقى افكار زي اللي هو ايه، طب ما يا جماعه ما الاختلاط ما فيش مشكله منه، ومشكله ان انا ابقى غاضض بصري، وطالما انا البنت معاها مش حاسس بالشهوه فالدنيا تمام. وطالما انا مش مفيش سلام ولا في لمس ولا في تجاوزات في الكلام، فاحنا مش مشكله نستمر في العلاقه دي. لان انا يعني كانت مدرستي مختلطه والجامعه بتاعتي الجامعه طبعا مختلطه. ف يعني واحد مر بمرحله في حياته مش فخور بيها خالص يعني. وانا ادعي ان فعلا كل ده لسبب تقبلي، وان انا شايف ان اللغه الانجليزيه شيء جميل وروش وحاجه حلوه قوي يعني. فليه لا يا جماعه؟ ما طالما انا عايز اعمل كوت ان كوت كاني كده ايه علامتين تنصيص، محافظ على ديني. وانا كان محافظ على ديني اللي هو كنت بقيسها للاسف ساعتها ان انا مش باخد سيئات، مش بيتكتب عليا سيئات. وبرضه للاسف ساعتها كنت بترجمها ان انا طالما ما فيش تجاوزات في الكلام، طالما ما فيش لمس، فاحنا تمام. وده مش حقيقي، لان ده في الاخر بيرجع ياثر على قلبك وعقلك وطريقه تقبلك لبعض الافكار اللي هي مش بتاعتك ولا بتاعت هويتك ولا بتاعت دينك ولا بتاعت مجتمعك يعني. ف واللي انا ما خدش بالي منه ان برضو خلال الفتره دي انا كنت مش بعيد عن اللغه العربيه، انا ما كنتش بحبها. فبالتالي انا كنت بعيد عن القران لوحدي يعني، ما اعرفش، ما كنتش ليه وقت في حياتي ده عشان ترتيب اولويات سيء مني يعني، ربنا يغفر لنا. بس بس ده كان حاصل. وانا يعني انا ارجع تاثيره شديد جدا للغه. وان انا بعد كده لحد ما ربنا يبارك له يعني، حد هو كان مديري في الاول في الشغل ونصحني النصيحه دي، بيقول لي انت معاك انجليزي ومعاك عربي، المفروض لما اقول لك تتكلم انجليزي تتكلم انجليزي بس، ما تتكلمش في نص كلمه عربي. وتتكلم عربي تتكلم عربي بس، ما تتكلمش في نص كلمه انجليزي. وانا كان شغلانتي اني بعمل برزنتيشنز للناس وبنبيع حاجات مختلفه يعني، وبيتكلموا احيانا عربي واحيانا انجليزي على حسب انا رايح اتكلم مين يعني. وفعلا هو علمني ده. وقد ايه الموضوع كان تشالنجينج جدا ان انت، انا لو عايز اتكلم انا لو عايز اتكلم عربي هتكلم عربي بس، مش هتكلم انجليزي خالص، والعكس. فحسيت قد ايه ساعتها ان انا كنت ضعيف، ان انا مش قادر باجي اتكلم عربي واقوم داخل في نص كلمه انجليزي، انا ضعيف في ده. في حين ان التاني كان سهل بالنسبه لي، انا ممكن اتكلم انجليزي بس ما عنديش مشكله في، مش هقول كلمه عربي في النص يعني. فادركت قد ايه انا ضعيف، وان ساعتها الشخصيه كانت ركيكه يعني، انا فعلا شخصيه من جوه فاضيه خالص يعني. وكنت مش ساعتها مش بشوف ان اللغه العربيه بقى بسيطه او ده، انا كنت بشوف ان اي حد بيحب اللغه العربيه وبيستمر في انه متمسك بيها ده شخص رجعي، ده قديم قوي، ده اولد سكول. سواء بقى مدرس لغه عربيه او
حد مقيم شعائر في مسجد او حاجه زي كده، بشوف لا لا الناس دي مش ماشيه مع الترند، دول ناس اي كلام، انا الجامد انا الصح يعني. فسبحان الله يعني يلف ويدور وواحد ياخد على دماغه ويعرف ان هو للاسف كان كل ده غلط يعني. سبحان الله الدنيا بتلف وتدور، والعربي بيطلب يعني من ضمن المزايا اللي مطلوبة في الموظف انه يكون بيعرف يكتب عربي، عشان احنا يعني في هذا الزمن يعني نادرا ما تلاقي حد بيكتب عربي صح. يعني فاهم. بسم الله. فناخد من تجربة عباس ان يا جماعة الانجليزي مش روشنة. الانجليزي بيأثر على طريقة تقبلك للأمور الغربية، بمعنى انه في منها شوية حاجات غلط هتلاقي نفسك مش شايفها غلط لمجرد ان انت محتك زيادة بهذه الثقافة ومتشبه بيها وهكذا. انا بس عايز برضو اضيف شوية حاجات او على حاجات انه احنا هنا مش بنعمم، واعتقد وخلي عباس برضو ياكد انه ما اعتقدش ان هو يقصد ان كل اللي بيتكلموا انجليزي كويس ومهتمين بيه يكونوا مش بيعرفوا يقراوا قران او ده مأثر على جودتهم القرآن. شيخك في القرآن بيتكلم ألماني كويس، فده ملهوش يعني مش بالضرورة المهتم باللغة الإنجليزية كلغة عمل. احنا هنا جايين بنتكلم على الشخص اللي زي ما انت بتقول كده معاه عربي وانجليزي وبيكلم شخص عربي زيه بالانجليزي وكأنه متنصل من هويته العربية. ومع ان انت في اخر بتقدر ايه يعني، المفروض انا في اخر لو انا قدام انا بعرف اتكلم عربي وانجليزي كويس، تقول لي بتقدر ايه؟ اقول لك لا اقدر عربي، الانجليزي مهم وجميل وفوق راسي وكل حاجات حلوه دي عشان الشغل والمام، لكن لو الشغل طلب عربي يا باشا عربي يلا بينا. طب لو الشغل بيجبرني على الانجليزي، الشغل يجبرني على الانجليزي براحته، بس يبقى ان انا عارف ان العربي افضل منه لمجرد ان هي لغه القران، وان فهمي ليها وقربي ليها ده هيخلي ان فعلا قراءه القران بالنسبه لك سلسه، انت فاهمه لما يتقال قدامك حديث، يعني حديث يقع في محله تفهمه. للاسف مش هنعرف نفهمه زي ما كان العربي يفهموه زمان لضعف اللغه عندنا، بس تفهمه احسن من المسلم الاجنبي، احسن من المسلم اللي ما بيتكلمش عربي، وتحس فعلا بضآلة. اصلها في الاخر لماذا نحن هنا بنتكلم اللغه ليه؟ ما احنا برضه هو الهدف اللي احنا بنسعى له على طول يعني. فلما انت تحس قد ايه انت صغير قدام حد لسه مسلم قريب وبيتهته في العربي، بس هو مخارجه في القرآن احسن منك، كلمني عن نفسك. يعني ويبقى ان هو مع انه بيقرا قرآن احسن منك سبحان الله يبقى فهمه للقرآن ووقع القرآن على قلبه. هو لما يجي يركز في معاني بيركز فيها بالانجليزي، فمش بتوقع نفس الوقع وعمق المعنى لما انت بتفهمه بالعربي. فابقى ان انت سبحان الله ربنا رزقك نعمه، اللي هو كانك انت بادئ سباق، بس ربنا حطك ان انت قطع في السباق ده نص كيلو سبق الناس كلها، لمجرد بس انك خلقت في وطن بيتكلم باللغه العربيه او اتولدت فيه بتعرف تتكلم باللغه العربيه، فالمعاني بتوقع في قلبك احسن بكتير. تعلم الشرع والدين والسنه بيبقى اسهل بالنسبه لك، اسهل بكتير من الناس. تخيل لو انت حرفيا يعني انجلش نيتيف امريكان ولا حد من بريتش، انت محتاج تتعلم لغه عربيه، انت قبل ما تتعلم لغه عربيه تتعلم القران، تقعد تقول كده كلام بعربي انت مش عارف معناه ايه، بعد كده تفهمه بالانجليزي، بعد كده تحاول تتواصل بالعربي اللي هو ايه الموال ده، ورغم كده بيمشوا المشوار ده. واحنا بنبقى احنا سبحان الله ربنا يعني مدينا ده في بقنا معلقه دهب، بس احنا بنقول لا 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 احنا عايزين يبقى عندنا اكسنت وبتاع. الاكل والله عظيم حلو يا جماعه، برضو الناس ما تفهمش العكس يعني، بس ان انت تتعلم وتهتم باللغه الانجليزيه على حساب اللغه العربيه، ان انت ولا عارف تتكلم لغه عربيه ولا عارف تكتبها ولا مخارج حروفك صح ولا انت تقديرك للغه العربيه حاصل، يبقى هنا لا هنا في مشكله كبيره، مشكله كبيره في هويتك وفي شخصيتك وللاسف احيانا بتوصل ان هي ممكن تكون يعني مش عايز اكبر الموضوع، بس مشكله في العقيده عندك مش راسخه، انت شايف ان هو ايه يا عم عربي زي انجليزي، لا 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 لا، عربي مش زي انجليزي، العربي لغه القران مش زي الانجليزي خالص ولا عمره هيبقى زي الانجليزي. وما تفكرش تقول ايه ما القران كان ممكن ينزل بالانجليزي. انت دخلنا في حتة شائكة كده يعني. أنا طيب صح. يعني انت اتكلمت مثلا في موضوع مخارج الحروف، في موضوع انك تتكلم عربي صح.
رقم واحد، بس عايز اقول انا افتكرت لما انت قلت على موضوع السباق والاعاجم يعني بيبذلوا جهد عامل ازاي عشان يقدروا يتكلموا عربي ويقرأوا القرآن. كان في مرة كده منشور على الفيسبوك انتشر بيتكلم عن تجارب الأعاجم في قراءة القرآن، وإنه كان في حد بيقول إنه بيحاول يقعد يقرأ سورة الكهف أسبوع، وإن لما شاف حد عربي بيقرأها كده في نص ساعة عيط وحضن ومش عارف إيه وبتاع وكده. فسبحان الله فعلا زي ما أنت بتقول، أنت بادئ سباق، وزي ما كنا دايما بنقول هو ده السباق الوحيد الحقيقي يعني اللي نقدر نتنافس فيه. فانت عندك ميزه ان انت فاهم بادئ السباق قدام حبتين ثلاثه، كون ان ربنا من عليك واتولدت في بيئه عربيه وان لغتك العربيه اللغه الام، فحاول تحافظ على ده، بدل ما احنا دلوقتي مش عارفين الفتحه بنكتب مكانها الف، والهمزه بنكتبها مش عارف ايه، والقاف بنكتبها الف، وهكذا. انا مره في الشغل كنت بتكلم عادي كده على طبيعتي مش عارف ايه وبتاع وبقول حركات، فالناس استغربت كده، انت هتقيم علينا الحد ولا ايه يعني؟ يعني انا بقول حركات بس يعني مش لازم اقول حركات عشان يعني ابقى بني ادم زي ما انت. فانا انصح اي حد ان هو يعني يتكلم عربي، ويتكلم عربي بمخارج حروف صح، ان اسمها كاف مش فاهم، مش قاف، فاهم؟ وانه في فرق بين الساء والثاء بس. يعني زي ما انت كده بتقعد تتعلم الاكسنت وازاي تجيب مش عارف الليتر منين وازاي عشان تبقى جامد وعندك اكسنت، فاتكلم ايه عربي كويس. ما بقولكش اتكلم عربي فصحى، انا بقول طلع مخارج الحروف كويس. النقطة التانية اللي حابب اتكلم فيها شوية، وانه فكرة التعلم. انك تتعلم كان برضو يعني انك تتعلم بالعربي حاجة، وانك تتعلم اللغة الانجليزية حاجة، في شتان الفرق ما بين الاثنين. بمعنى انه كل ما هو علم موجود ليه مصادر ومراجع باللغة العربية، فأرجوك أولا اتعلموا باللغة العربية، وبعدين استزيد بالمراجع اللي مكتوبة باللغة الإنجليزية. أنا هتكلم عن تجربة شخصية ليا، إنه أنا الحقيقة يعني أنا شخص بفهم بالعربي أفضل من بالإنجليزي. الجهد اللي أنا ببذله عشان أفهم حاجة بتتشرح لي بالعربي يكاد يكون الربع من إن أنا بحاول أفهم حاجة بتتشرح بالإنجليزي، لأني ببذل مجهود إن أنا الأول أفهم الإنجليزي اللي بيتقال، وبعدين أفهم بقى يعني عايز أقول إيه المحتوى الإنجليزي يعني. فأحسب والله أعلم إنه التعلم باللغة العربية ده شيء مهم جدا. يعني أنت ويمكن ده حتى بحاول أعمله مع أولادي، فكرة إنه إحنا مش بنتعلم ماث 1 plus 2 equal 3، لا إحنا بنتعلم واحد، يا حبذا لو قلنا واحد جمع 2 أو واحد مضاف إلى 2، لكن يا سيدي واحد زائد 2 ماشي تمام. ليه بقى بنقول كده؟ لأنه انت لما تبدا تتعلم 1 plus 2 equal 3، ولما تبدا تاخد بيولوجي وكيمستري مش عارف ايه، فهتلاقي ان الولد بتوصل لمرحله انه هو مش عارف يعبر عن الحاجه دي بالعربي. هو الحقيقه ان هو لو الحاجه دي اتقالت قدامه بالعربي هو مش فاهمها انت تقصد ايه. يعني انا اذكر مره كان ليا قريبه يعني كانت ايه بدات بقى تتعلم في مدارس بقى لغات وكده، فمرة حد قال لها 1000 ناقص واحد كام؟ فهي مش عارفة يعني ايه 1000 أصلا، ولا عارفة يعني ايه ناقص. تمام، هي عارفة واحد دي عشان ايه كنا بنقعد نعد 1 2 3، فقال لها 1000 minus 1، ف فجاوبت ايه؟ 000. تتكلم جد؟ والله العظيم. يعني ايه؟ بس بغض النظر ده ملوش علاقة باللغه، يعني ان هي شالت الواحد وسابت الاصفار، بس اقصد ان هي مش عارفه 1000 ناقص 1، لكن عارفه 1000 minus 1، او على الاقل قدرت تتخيل وتستوعب ده. فقس على ذلك بقى ما بالك كمان العلوم الكبيره، وده بيأثر علينا كمان في حته ان انت بتبقى كبير وعارف تتكلم عربي وبتقرا حديث وانت مش فاهم معناه، او انت متخيل انك فاهم معناه ويطلع معناه حاجه تانية خالص لمجرد انك مش عارف عربي.
او انت ما تبقاش متخيل ان انت لو قرات الكلمه دي غلط بالفتحه هي ليها معنى اخر. انت مش مجرد ان انت قرات الكلمه غلط، لا، هو انت لما قراتها بالفتحه فانت قلت معنى تاني يغير المعنى المقصود منه الحديث، فتبقى اولت الحديث كلام تاني خالص، او الايه القرانيه وما الى ذلك. ف يعني وعلى ذكر موضوع التعليم او استخدام اللغه في التعليم، يعني انا بقى جاي من هناك، انا بتاع مدارس اللغات اصلا. انا الحمد لله بتاع عربي. يا عم الله يسهل. يعني انا لما كبرت وتحديدا بعد جامعه، وانا كنت مهتم بالتعليم والتعلم، وان الدنيا تبقى عامله ازاي وازاي نحسن من العمليه التعليميه، فانا كنت اتمنى ان كان حصل العكس. بس سبحان الله يعني ان ربنا مشاني او يعني وضعني في الطريق ده عشان اتاكد ان هو حقيقي مش احسن حاجه. لان انا كنت بدرس كل حاجه بالانجليزي ما عدا اللغه العربيه والدراسات والجغرافيا والحركات دي. يعني هتدرس العربي بالانجليزي ازاي؟ فاهمني؟ يعني مش عايز اقول لك ان ده كان سؤال كومن جدا بس لحد اعدادي. يعني والله العظيم يعني اصحابي في المدرسه بالعربي يقول لي انت تدرس كل حاجه انجليزي؟ والله يقول لي طب العربي؟ اقول له ما بدرسه بالعربي. يعني دي كانت كونفرسيشن نورمال عاديه بخوض فيها، مش تتريق دلوقتي بس يعني تمام. ف فاللي كان بيحصل ان انا كنت حقيقي بتعلم العلوم دي وعارفها، وانا بقى ايه، انا ما كنتش محتاج اترجمها لان اصلا هي كانت بتنزل عندي بالانجليزي، فانا بفهم معناها بالانجليزي على طول. بس اللي كان بيحصل ان انا بخرج بره فصل برجع اتكلم كله بالعربي. فاللغه الانجليزيه في الاخر دي مش لغه مش لغه اصيله عندي، بس انا متقنها كويس، بعرف افهم الكلام كويس. فاللي بيحصل ان انا بقى فاهم العلم بس مش فاهمه على مستوى عميق. واللي حصل بقى العكس، انا لما علم ايه بس انت تقصد؟ ايا كان العلم اللي بتدرسه، سواء رياضيات او علوم لا بس خليني او اقول لك على حاجه، احياء. يعني معلش بس خليني اقطعك، انه لا، في ليفل يعني، وانا شفته في مدارس انترناشونال، لا هم بيتكلموا بالانجلش في كل المواد جوه الفصل وبره الفصل. ماشي. يمكن انت تجربتك انك بتطلع بره بقى تكمل كلام بالعربي. انا كنت في دار قران. طب وفي البيت بالانجليزي. لا ده لا ربنا لا، يعينهم على انا نفسهم كنت في بقى. دار قران، والاب جاي يعني ياخد بنته الصغيره اللي هي عندها 5 سنين بنعلمها قران. فهو الراجل اهلا وسهلا، ازيك يا مصطفى، عامل ايه، الاخبار بتاع، وراح منادي على بنته بالانجلش ويكمل التواصل معاها بالانجلش. فهو انا ما اعرفش بقى هو بيحاول ياكد عليها يعلمها الانجليش، ولا هو كان متخيل ان انا عشان في دار قران ما بعرفش اتكلم انجليش فتواصل معاها بالعربي وبعدين كمل مع بنته انجليش. مش فاهم الحقيقه. بتوع قرآن ما لهمش بيها. فلا لا لا، احنا في مستوى، لا احنا واصلين لليفل الوحش. بس يعني برضه في اخر الفئه دي مش الاكثر. يعني احنا بنتكلم ان معظم الناس عايز يدخل ولاده لغات عشان يعلموا انجليزي من الاول، ومتخيل ان هي حاجه كويسه. انا بس عايز اوجه واقول انه للثلاثينات اللي زينا، يعني ارجوك لما تشوف الناس ديت يعني ما تبصهمش ببصه فخر، تبقى حابب ان ولادك ايه، انت ما عرفتش تتكلم انجليزي، لو افترضنا ان انت يعني مش قوي في الانجليزي، فانت بقى خلاص تبقى عايز تطلع ابنك هو اللي بيتكلم انجليزي وبيتكلم معاك بالانجليزي وناسي اللغه العربيه. فيا جماعه يعني انا عايز بس اقول ان اللغه الانجليزيه دي اللغه الثانيه اللي احنا هنبدا نتعلمها بعد ما نتقن اللغه العربيه، بعد ما نبقى عارفين انه بلاش اقول فناء، حديقه مش جاردن. يعني مفيش روضه في مصر بتقول حديقه ولا فناء، بارك، الجاردن. احنا يلا يا اولاد عشان نروح الجاردن. ليه يا جماعه يلا يا اولاد عشان نروح الجاردن؟ ايش فين؟ يعني اللي اكد لي وحسيت ساعتها فيها بشيء من العجز على موضوع الانجليزي والعربي وفهمي للعلوم ده، هي فعلا لما جيت اشتغل انا بعد كده اشتغلت في شركه متخصصه في التعليم. فكنا بندرس، او يعني الشركه بتاعتي كانت بتقدم علوم مختلفه، فكان معايا ناس احنا الاثنين كنا شغالين في رياضيات اللي هو ماثيماتكس، فهم بقى كانوا معظمهم مدارس عربي. فانا لما احتكيت بقى في الجامعه اضطريت اتعلم لغه عربيه في العلوم، في الرياضيات وفي حاجات مختلفه، تحديدا طبعا في الرياضيات، عشان المنهج بالانجليزي بس معظم المدرج طبعا مدارس عربي. فالراجل بقى يشرح عربي وانا ما بقتش فاهم حاجه، فاضطريت اعرف العربي. فالموضوع كان صعب شويه بالنسبه لي في جامعه. فلما جيت اشتغل طبعا زمايلي اللي اشتغلوا دول درسوا في الجامعه بالعربي والانجليزي، اللي هو فاهم بيكتب انجليزي بس الراجل بيشرح عربي يعني. فاكتشفت ان هو عنده مهارتين بسهوله، الراجل يعرف يتكلم يقول كل حاجه بالعربي، الأس والاشتقاق ومنحنى أسي وكل الكلام ده كله، يعني على كله بقى
التان والكوتان والكوزاين والجاتا والزاتا والفهم، اللي هو انا عارف ان اسمها جاتا وزاتا، بس انا مش عارف ايه هي الجاتا وايه هي الزاتا. انا عارف ان هي كده يعني فاهم. لكن ويعرف ينقل مع عربي انجليزي بسهوله جدا. لكن انا انجليزي بس، والعربي بواجه فيه صعوبه شديده جدا ان انا اقلب له. وفي الاخر لو هتقيس من ناحيه العلم والعلوم، هو فاهم الرياضات احسن مني بكتير، مع ان احنا الاثنين خريجين هندسه فتمام يعني، بس هو فاهم اعمق مني بكتير جدا. فدي صدمه صدمتها. ونفس الكلام على فكره في العلوم الاخرى، يعني سواء كيمياء او احياء او فيزياء. حرفيا انا شفت نفس السيناريو بيتكرر في الثلاث مواد اللي هي كان في اخر تخصص الشركه، ودرسناهم في الكليه وفي مدرسه يعني. اللي درسهم بالعربي فهموا ليه اعمق ويقدر يتكلمهم بالانجليزي، وانا اعرف اكلم انجليزي بس لكن ما اعرفش اقلب للعربي. عايز تقول ايه؟ ان فهمك وتعلمك باللغه العربيه في الاخر بيخليك في الاخر تفهم الماده العلميه بشكل اعمق بكتير، عشان دي لغتك الام. وانت بعد كده لو عايز تقلب الانجليزي، تقلب للانجليزي بيبقى سهل بالنسبه لك. في حين ان انت لو درستها ده وديت مدارس لغات، هيبقى الانجليش عندك قوي وفاهم الماده بالانجليش، بس في عمق فهمك ليها مش عميق قد التاني، وفي نفس الوقت ما تقدرش تقلب للعربي. عشان حقيقة مثبتة ان اللغة العربية يعني اعمق بكتير جدا من اللغة الانجليزية يعني. ما انت لو كنت جاي من اللي انا جاي فيه، ان انا شايف ان كل اللي بيتكلم عربي لا يعني حرفيا كنت بقول لما بسمع الكلام ده يقول لك ايه ده، بيقولوا الكلام ده يصبروا بيه نفسهم. لا. انا سبحان الله اصلا اللي ساعدني في النقله من الانجليزي للعربي هي ان انا قررت ادرس علوم شرعيه، لان ادركت ان انا انا بتوضب وبصلي بطريقه، بس انا ايه اللي يثبت لي الطريقه دي صح؟ لان كل حد بيجي يقول لي حاجه يقوم موديني في حته. لا ده بدون خوف تفاصيل، بس يقول لك لا ما تقفش كده في الصلاه، اقف كده، ما تعملش كده، اعمل كده. فانا قلت لا، ما احنا عايزين نحل المشكله دي، انا كل حد يمرجحني انا هدرس. ففجاه لقيت نفسي قعدت 2-3 سنين في وسط مجتمع كله بيتكلم لغه عربيه كلها كويس وكلهم بيعظموا منها. فجاه لقيت نفسي ايه ده هي مش وحشه قوي كده، ده انا بحبها. ومن كتر احتكاكي وسمعي وقعدي وسطهم، انا فجاه الاحاديث بقت سهله. انا حرفيا انا كنت اسمع احاديث قبل كده انا بجد مش فاهم الحديث ده هو يعني عايز يقول ايه. يعني ممكن افهم الفكره الاجماليه، لكن مش مدرك تفاصيل كل لفظ، وان لا الرسول عليه الصلاه والسلام لما اختار اللفظ ده فده معناه كذا مش معناه كذا. التفصيله دي ما كانتش عندي خالص، ولسه واحد بيتعلمها يعني. بس انا بتكلم هي ما كانتش موجوده، هي دلوقتي بقت موجوده بنسبه ضئيله جدا، بس الحمد لله ان هي ربنا رزقنا يعني. وتتفاجئ كمان ان انت عادي الناس بتتكلم عربي كويس، ولو حبوا يتواصلوا مع حد بالانجليزي هيتواصلوا عادي بتاع. يعني مش كل الناس اللي قافشه انها تتكلم بالعربي دي ما عندهاش انجليزي خالص وما بتفهمش وبيصبروا نفسهم يعني. ودلوقتي لما كبرنا واشتغلنا في شركات مالتي ناشونال، فاللي هو ايه ده مش اي حد اجنبي يعرف يتكلم انجليزي كويس. بالظبط. لا عندك ما شاء الله اوروبا كلها معظمها ما من اللغه الانجليزيه مش اصليه عندهم، وعندهم فيها لكنه بس تمام عادي كول، ومفيش حد بيتريق على لكنتك يعني. فاللي هو اطلع اتكلم يا عم الانجليزي المصري، طالما انت بترص الكلمات بشكل معقول ومش بتهته ومش بتعطل وبتعرف تعبر عن اللي انت عايزه، يا باشا انت 100 زي الفل. الغريب برضو ان انت ممكن تسمع قصص انه في ناس لما بتتعامل مع اجانب، يعني لما تروح تشتغل في شركات اجنبيه. وبرضو كنت مره قرات بوست لحد يعني دي تجربه شخصيه بالنسبه له. قال لك انه في شركات في مصر بتطلب اكسنت ومش عارف ايه، وتقعد تتكلف في موضوع الانجليزي ده، مع انه هيخش يشتغل مع مصريين يعني اكتر بكتير جدا. ما انا هو رحت اشتغلت مع اجانب والانجليزي مقبول طالما قادر افهمك. المهم انت النو هاو عندك ايه، يعني الخبره المعرفيه اللي انت هتفيد بيها الشركه ايه. انا حاسس ان مين علي محمد علي قال كده ولا مين؟ لا انا حاسس فعلا لا كان مهندس مصري عايش بره، واتفرجت له يعني على فيديو ان هو اشتغل بره في شركه. هو تقريبا مهاجر مش في استراليا حاجه كده يعني او كندا، وكان بيحكي التجربه الشخصيه دي. ان هو لما طلع بره يعني انه جه هو كان بيحكي ان جه واحد مصري، ان هو جه واحد مصري جه من مصر. يعني هم اصلا يعني جابوه من مصر، اللغه الانجليزيه مش افضل حاجه بس قادرين نفهمه، بس عنده معرفه وخبره رائعه جدا هتفيد الشركه. فده بالنسبه لهم كان افضل 100 مره من حد الاكسنت بتاعته واو مش عارف ايه بس ما عندوش خبره وهكذا. وبيقول لك الشخص ده مثلا بالانجليزي بتاعه ده لو راح يشتغل في اي شركه من المعادي والمهندسين الحته دي هيترفض. يعني انت مش من ايجيبت يعني وياي الانجليزي بتاعك فاهم انت لوكال قوي.
يعني اصلا انت لما تيجي تبص لها من الناحيه التانية، اللي هو لو انت اجنبي، يعني في حد زميلي يعني الصديق مقرب فربنا رزقه انه الحمد لله شغال اصلا في شركه اجنبيه وشغال في كندا. فهو بيقول لي ايه يعني التخصص اللي هو فيه والمستوى العلمي اللي هو فيه ده هو مش موجود في كندا كتير. فبيقول لي انا هناك بالنسبه لهم انا خبير اجنبي. فبضحك، قال لي انا بتكلم جد. فلما جيت افكر فيها اللي هو موافق حرفيا، هو خبير الاجنبي اللي جاي لهم باكسنت يعني فاهم مش بتاعتهم، وهم كلهم قاعدين تحت اشرافه وتحت امرته يعني، اللي هو سبحان الله يعني. ف... فاهتموا بالجوهر يا جماعه، وخليكم فاكرين ان احنا بنعمل كده ليه، واحنا ليه هنا اصلا يعني كالعاده. ممكن نقدم حلول بقى. نقدم انا صدمتك. طيب، هو انا كان من ضمن الحاجات اللي اصلا ساعدتني، يعني يمكن لو حد اوريدي زي حالتي مش بيحب اللغه العربيه، او جاي ان هو اصلا مش متمكن والانجليزي اسهل، او الانجليزي سايح في العربي وما بيعرفش يفصل. يعني انا عارف ان انا في وسط بودكاست بتكلم انجليزي في وسط العربي بس عشان انا بتكلم براحتي، بس انا لو عايز اتكلم عربي هتكلم عربي بس. فدي برضو ايه مهاره حاول تشتغل عليها بشكل ما، يعني موضوع مهم جدا وضروري جدا يعني. فكان من ضمن الحاجات اللي ساعدتني عشان احاول انمي الموضوع ده فكره اولا يعني موبايل ممكن يبقى باللغه العربيه، وقد ايه الموضوع ده لو يعني على قد ما هو بسيط معلش وعلى ممكن قد اقول ما حاجه هو. هنا هقطعك والله. اوعى تقول الموبايل بتاعي انجليزي، موبايلك انت؟ هو بالانجليزي. يا نهار ابيض، بس اي حاجه تانية بالعربي يا يعني. نهار ابيض. لا لا، اخص عليك والله العظيم، ازاي يعني تقول للناس حل انت مش مطبقه؟ مش عارف. انت عارف انا غيرت موبايلي للعربي امتى؟ انا مش هنسى الراجل ده. انا كنت في ميكروباص تمام، و وتقريبا تليفوني رن، بغض النظر ان هو بص في تليفوني يعني وشاف الاسم وبتاع مش عارف ايه وبتاع. كان راجل بسيط يعني. فقال لي الاخ اجنبي. والله لا، بص بنفس السياق كده. قلت له لا. قال لي بيكلمك الاخ محمد من انجلترا. قلت له لا. لا والله العظيم بيتكلم بقوه. اه والله العظيم والله فعلا. قلت له قوي جدا يعني. قال لي هو انت لو قلبت التليفون عربي هيحصل ايه؟ قلت له ما جربت، كنت فعلا عمري ما جربت. قلت له ما جربتش يعني. قال لي طب ما تجرب كده. هذا ده حطك في دماغه وهو